بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وصبر وإخلاص وثبات وتقوى إلى يوم الدين. وأنا أقول للصادقين من الذين يطالبوننا بالتنصيص على الشريعة، وهم أغلب من يطالبون، تقريبا 99%، رقم 99 ما نحبوش نحن، 90% خلينا نقول أو 97% من الذين طالبوا بالتنصيص على الشريعة نعتقد أنهم ينطلقون من صدق وإخلاص وحب لهذا الدين ولهذه البلاد، ونتفهم ذلك جيدا. نقول لهم ولكم جميعا بأن النهضة التي قدمت، حركة النهضة التي قدمت ما قدمت، أنتم قدمتم ما قدمتم من التضحيات من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا في هذه البلاد، لن تقبل أبدا، لن تقبل أبدا، ثقوا لن تقبل أبدا أي اعتداء على هوية هذا الشعب وعلى دينه وعلى قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لن نقبل ذلك أبدا. مش قدمنا تضحيات وسجون، نصف أعمارنا عديناها في السجون باش نقبل بأن يقع أي تطاول أو اعتداء على هوية هذا الشعب إطلاقا. وأن هذه الحركة التي قدمت كل تلك التضحيات وفي ثوابتها وفي قناعة أبنائها وبناتها ستعمل أن لا تركع تونس لغير الله بعد اليوم أبدا. انتهى بإذن الله تعالى حكم الأقليات الاستئصالية التي دمرت، ذلك الحكم العدمي الذي دمر البلاد ودمر العباد ودمر العائلات والشباب والقيم. وهذا الدستور الذي نصوغه هو ليس دستور للنهضة، هو دستور لكل التونسيين، والإسلام هو أرضية جامعة لكل التونسيين. ولذلك احتفظنا بالفصل الأول، بما أن الفصل الأول يمكن أن يكون أرضية جامعة لكل التونسيين والتونسيات، وهذا الدستور هو لكل التونسيين والتونسيات، فلا نحتاج إلى التنصيص على ما يفرقنا. وفي الواقع فإن أهم نقطة وأهم معركة ليست معركة التنصيص، ففي بلاد عربية وإسلامية هنالك من البلدان من نصص على أن الشريعة هي المصدر، هي مصدر من مصادر التشريع، ومنهم من نصص على أنها المصدر الأساسي، ومنهم من نصص على أنها المصدر الوحيد، ومنهم من نصص على أن الحاكمية لله ولشريعته في كل شيء في دستوره، ومنهم من نصص أكثر من ذلك. ولكن ذلك لم يمنع هذه الأنظمة من أن تكون أنظمة فاسدة ومستبدة، ومن أن تضطهد المتدينين. والدليل على ذلك أن في هذه الأنظمة وقعت ثورات. وبالتالي فالمعركة ليست في التنصيص، المعركة في الميدان، في موازين القوى. علينا أن نصلح في المجتمع، وأن نغير في السياسة، وأن ندفع الأمور إلى الإصلاح والتغيير حتى نحقق ثبات هذه القيم في المجتمع وعلويتها وتعلق الناس بها والتزامهم بها بدءا بأنفسنا. ونحن حركة مسؤولة وحركة حريصة على الأمن والسلم المدني في هذه البلاد، وحريصة على حياة الناس وعلى أن يعيشوا في أمان وأن يعيشوا في سلم فيما بينهم وأن يتحاوروا، وحريصة على أن تكون كلمة الله هي العليا في هذه المناخات، وليس في مناخات الانشراخات الاجتماعية والتشنج والاستقطابات وما إليها.